في الاول كده حابب اقول انت مش اقل ذكاء من ناس كتير نجحت، انت مش اقل عزيمة من ناس كتير وصلت. الفرق ببساطة ان انت دايما حاسس ان انت تعبان، ومش تعبان من الحياة والظروف والضغوط الخارجية، لا انت تعبان بجد، تعبان حرفيا. بتصحى من النوم حاسس ان في اتوبيس معدي عليك مرتين، مش قادر تصحى، مش قادر تسيب السرير. وده بيأثر طبعا على انك مش قادر تقوم تذاكر، مش قادر تقوم تعمل اي تاسك، مش قادر تقوم تروح الشغل، وعاوز دايما تقعد في السرير. النهاردة هنحاول نكسر الحلقة المفرغة دي بخطوات عملية بسيطة، ولكن محتاجة منك الالتزام. خلينا الأول نفهم يعني ايه دورة النوم. النوم مش هو عدد ساعات انت بتنامهم وخلاص، 6 ساعات او 8 ساعات، لا. في ناس بتنام 8 ساعات وتحس انها نامت 20 ساعة، وفي ناس بتنام 20 ساعة وبتحس انها لسه ما نامتش. النوم بتاعنا بيتكون من مراحل، سايكلز، وكل مرحلة بتتكون من 90 دقيقة، والمراحل دي بتتكرر كذا مرة في الليلة. وكل دورة بتتكون من 3 مراحل: مرحلة النوم الخفيف، مرحلة النوم العميق، ومرحلة الأحلام.